الرياضة زي ما كنا بنقول في البداية ان الرياضة طبعا شيء مهم قوي ودايما نتكلم عنها، ودايما حتى في يعني بنشوف كمان اهتمام من الأسر بشكل كبير وواضح في السنوات اللي فاتت لولادها بالرياضة، انواع مختلفة من الرياضات. طلع الموضوع له بقى جذور قديمة جدا من ايام المصري القديم، وده شيء رائع جدا. انه كانت الرياضة مش بس عشان الشعائر الدينية، لا ده كان فيها بقى ترويح عن النفس والاستمتاع وتهذيب النفس ايضا. الرياضة ما كانتش حكر على الملوك والأمراء بس، لا كمان كان عامة الشعب بيمارس الرياضة. يمكن التفصيل اللي هسأل فيها كمان، هل النساء ولا كانت قاصرة على الرجال بس؟ تفاصيل أكتر عن الحضارة المصرية القديمة والرياضة عند المصري القديم ده هيكون دلوقتي مع ضيفنا اللي نورنا دكتور إسلام محمد سعيد، دكتور الإرشاد السياحي بالمعهد العالي للدراسات النوعية وعضو اتحاد المؤرخين العرب. صباح الفل. صباح الفل. اهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك. ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. الرياضه زي ما كنا بنقول ان هي حاجه قديمه جدا، ما هياش حاجه جديده طبعا. ويمكن هيخلينا نسال اسئله كتيره خاصه بالموضوع ده. اولا انا كنت بقول ان هي ما كانتش فقط للشعائر الدينيه، لكن تمام. كانت للاستمتاع والترفيه وتهذيب النفس. ازاي المصري القديم او قدم لنا ازاي المصري القديم انه الرياضه ده شيء مهم جدا وشيء مفيد جدا وكان له أهمية عند المصري القديم؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن في البداية لابد أن نؤكد أن المجتمع المصري مثلما حضرتك ذكرت بالتحديد لم يكن ممارسة الرياضة لديه مقتصرة على فئة عن أخرى، ولكن جميع فئات المجتمع بطبقاتها المختلفة، سواء بنتكلم رجال أو سيدات، شباب أو صبية، جميع الفئات والأعمار حرص بشكل كبير جدا على ضرورة أن هم يمارسوا كافة أنواع الرياضة بكل الصور، وده من أجل أن هم يعطوا نفسهم بمثابة صحة أفضل أو إجادة أفضل للحفاظ على صحتهم مجازا من خلال زي ما حضرتك ذكرت سواء سلوكيا أو بدنيا. وده يمكن ودانا لأكتر من اتجاه، ان كان في تربية للنشء منذ الصغر على ضرورة الاعتناء بحياته الصحية مجازا من خلال ممارسة عدد من الألعاب الرياضية. وده ظهر لنا سواء في تربية الأمراء مجازا اللي هم اوريدي بدورهم هيتولوا السلطة بعد الملوك مجازا أو هيورثوها ليهم، بالإضافة لعامة الشعب. وشفنا نماذج متعددة بقى وهنتكلم عنها لأفكار خاصة بأنواع الرياضة عموما في مصر القديمة، يعني يكاد يكون مفيش نوع مش موجود في الحضارة المصرية القديمة. يعني ظهر لنا حتى ازاي في البرديات، على جدران المعابد، في الجداريات بتاعت المصري القديم ظهرت ازاي الرياضة. عندنا في أكتر من مصدر قدرنا نعتمد عليه في حصره للجوانب المتعددة بأنواع الرياضة، سواء في جداريات موجودة في مقابر، في ذكر متعلق بنصوص معينة بتحث على ممارسة الرياضة، تفاخر بالإنجازات المتعلقة بأنه هو بيمارس الرياضة أو هو فارس مغوار مجازا أو عنده القدرة على الصيد لعدد من الوعول أو الحيوانات اللي هي بنقول المفترسة إلى حد ما. في اشكال مختلفه قدرنا نعرف حتى عرض عدد من الدورات او بنقول البطولات الاولمبيه مجازا في مصر القديمه، مشاركه عدد من الدول الاجنبيه سواء الاسيويه او الافريقيه. لا ده احنا لازم نتكلم عن كل ده بالتفاصيل، بس هسال حضرتك بقى بما يعني لفت نظري في خلال حديثك خاص بانه بتقول لي صور لانه فارس او شجاع او مغوار وفي الصيد. هل طبيعه الحياه واحتياجه للصيد عشان يقدر يعيش هي اللي دفعته لفكرة الرياضة عن غير يعني تم اكتشافها كده وليدة الموقف؟ بالفعل هو ده سؤال كويس جدا ومدخل للفكرة عموما، يعني ان هو كان اوريدي بيتعامل في حياته اليومية، فضروري فكرة اعتنائه بجسده او بصحته من اجل اتمام اعماله المختلفة. لان اوريدي اعماله دي بدورها هتخليه يبقى ليه مأوى سكني في ان هو بيقدر يحتمل ان يشد عدد من الاحجار، فلازم يبقى قوه بدنيه كويسه، يعني يبقى بيمارس رياضه او جسمه معتاد على ممارسه الرياضه. اعمال الصيد نفس القصه، ان هو بيعتمد ان في النهايه هتبقى مأكل ليه في النهايه، سواء باصطياد اسماك او اصطياد اي من الطيور او حتى عدد من الحيوانات. فالامر ابتدى معاه اللي هو الاغراض المتعلقه باحتياجاته اليوميه، ومن ثم اتقلب لفكره هوايه او ترفيه عن النفس مجازا، ان هو ابتدى ما يبقاش الغرض منها ان هو بيمارسها لاجل احتياج محدد بقدر ما هو متعلق بان لا انا عايز ان انا امارسها من اجل الترفيه، مش بصحبه مثلا عدد من الموكب معايا، لا بمفردي مجازا كمغامره. زي ما بنشوف حديثا ابتدى الامر ده يتم اتاحته، ان بنلاقي المستكشفين بيروحوا الغابات مجازا
ويبتدوا ان هم يخوضوا تجربه ان ازاي يصطاد حيوان معين، يتابع ملاحظه للحيوان دوت، يشوف صفاته ايه، زي الافلام اللي بنشوفها المختلفه. ويمكن اللي قدامنا ده نموذج من أيوة. ضمن النماذج ده بيصطاد الموجوده طائر. في مقبره خنوم حطب بالتحديد، بترجع للاسره ال11 في بني حسن. بتتوصف زي ما حضرتك ذكرت كده اصطياد الطائر بعصايه معكوفه، اللي هي تطور منها عصايه البوميرانج حديثا يعني. نفس الفكره كده. فكره اصطياد الطيور كان طبعا اعتمادا ان هو النيل بيجري في مصر من الجنوب اقصى الشمال، فاحراش الدلتا كانت بتبقى مأوى لعدد كبير جدا من الطيور اللي بتبقى على ضفاف النهر. أيوة. فابتدى ان هو يعتمد عليها في الاصطياد بصوره ما، سواء بالشباك او بحذف العصا. أيوة. مجازا من اجل اللي هو يصطادها. استخدام عدد من الحيوانات كانت بتبقى معاه من اجل جلب مجازا الفرائس اللي هو اصطادها، زي القطط، باعتبار ان هي تبقى عنصر معاون ليه في جلب الفرائس اللي هو اصطادها بالتحديد. ولو ابتدينا يمكن الرياضه اللي هي يكاد يكون الاوليه او اللي ظهرت كبند اولي في ممارستها في مصر القديمه، كانت رياضه الجري. دي اول وعندنا اقدم نموذج لنوع من انواع الرياضه في العالم كله. إيه؟ ده كان الملك زوسر بالتحديد في سقارة، اللي هو قدامنا ده بالفعل بيتكلم عن ان هو هنا بيقطع شوط من الجري اسمه شوط القربان حتى، وده كان طقسية بيتم ممارستها في عيد الحبسد. بس دي شعائر دينيه اكتر دي منها دينيه رياضة. وتتويجيه سياسيه. ابتدى يتجه بقى بعدها ان هو بقى اوريدي الجري بيتم ممارسته عموما لعامه الشعب، بس البدايه الفعليه كتوسيط كان في عهد زوسر في الاسره الثالثه بالتحديد، يعني حوالي 2650 مجازا قبل الميلاد. الحاله اللي بنوصفها ان ده كان طقس من ضمن طقوس احتفال عيد الحبسد، اللي هو بيتم عرضه مجازا بعد مرور 30 سنه من حكم الملك من اجل تجديد سلطته. في ناس عملته قبل من كده، وما زال العيد دوت او الاحتفاليه دي طياتها مبهمه الى حد ما، يعني ما فيش تفصيله منتهيه ليه، في افكار كتيره او فترات لقيناها فيه بيتم اتمامها. منهم الجانب بتاع اللي هو بيجري مجازا او بيقطع الشوط من المسافات، باعتبار ان ياكد ان بنيته الصحيه جيده. احيانا كان بيشارك في الجري طور معاه ويحاول ان هو يسقط التور دوت. في حاله اسقاطه ده بياكد ان هو بنيته قويه مجازا، من خلال طبعا عدد من الحبال بتبقى موجوده معاه بيحدفها على القرون بتاعته، من ثم يربطها على الاردام ويسقطه. لقينا مشاهد لاردام خاصه بالملك نفسه ممارسه الفتره دي ضمن عيد الحبسد على مقربه من الهرم نفسه، هرم زوسر، في الاطار بتاع ممارسه التقصيه او اتمام الشعائر بتاعه عيد الحبسد لبقايا للاردام بتاعته. كذلك لقينا بقى المنظر ده متعدد في عدد من المناظر او عدد من الجدران المختلفه. حتشبسوت عملت نفس التقصيه دي وغيرها من الملوك، لان زي ما قلت هو تتويج رسمي كان بيحاول الملوك يحاولوا يوطدوا بشرعيتهم، وكان اشبه بكرنفال كبير منه استفاده اقتصاديه بقى، عشان ما اروحش لاطار اخر، بس هو المعنى كده. كل فئات المجتمع بتشارك فيه، يعني اشبه بان الملك بيعمله، مش عايز اقول تحايل على الشعب مجازا من اجل ان هو يضمهم حواليه، ولكن الاستفاده كانت عامه. هو بيبين شرعيته، ومن ثم عامه الطبقات او الطبقات في العموم بتستفاد منه بمختلف فئاتها يعني. طب بعيدا عن هذا اليوم للتتويج او اعاده المبايعه انجاز التعبير يعني للملك، هل كان بيبقى فيه سباقات بقى خلال العام؟ طبعا. عادي سباقات يعني دي بند بقى رياضه الفروسيه مجازا. الفروسيه مش جري، انا بتكلم على السباقات. دي ممكن بقى يعني دي كانت موجوده طبعا كان في سباقات للجري برضه لعامه الشعب، يعني هم ما عملوش بقى التقصيه دي لان طبعا دول غير الملك. فكانوا بيتموا سباقات الجري عموما، وفي جوانب من دي كتيره جدا. بعدها اتطور الامر ان عندنا مثلا رياضه الفروسيه بقى واستخدام الحصنه او الخيول مجازا. وده عندنا غرب منف على مقربه من الاهرامات، ولذلك بنلاقي دايما الخيول ليه في الاهرامات، ليه في منطقه الجيزه. ده سؤال مهم جدا، اللي هو الاعتباريه دي او المكان ده اصلا كان بيتم فيه مسابقات متعلقه بممارسه او تدريب توارثها اجيال ورا اجيال وجدود لحد ما وصلنا للسر ان انت بتروح تركب خيل ليه ناحيه الاهرامات، ليه مش في منطقه ثانيه؟ كنت متخيله عشان المنطقه فيها رمل وكده، فده افضل مكان طبعا، لان كان بيتم عرض فيها في السابق طبعا كان بيتم عمل فيها عدد من المسابقات والامراء كانوا بيتم تدريبهم.
وبعد من كده يبتدوا يتجهوا في الاطار او بقيه الصحاري مجازا المحيطه بمنطقه الاهرامات وابو الهول من اجل ممارسه رياضه اخرى غير الفروسيه اللي هي رياضه الصيد. أيوة. يعني دمج ما بين الاثنين، وده اظهرته لنا عدد من الجوانب المختلفه. يمكن البند اللي مهم ان انا هل اذكره، كان معلش عفوا بس هل ذكر التاريخ انه مثلا يعني يبقى في مسابقات بمعنى انه في جوائز في ترتيبات مين الاول الثاني الثالث؟ ما يمكن مش بالشكل الدقيق، يعني ما كانش فيه نص صريح لذلك، ولكن كان على اكتر من وجه. يعني عندنا مثلا في بعض الالعاب اللي هي فكره الكوفز اللي كانوا اما اللي هم بيقعدوا شخصين قدام بعض وبيحاولوا يحطوا يفردوا او يمدوا اقدامهم وايديهم والشخص يقفز من فوقيهم مجازا، او يستخدموا طور يحطوه ويتحطوا اشخاص في رجليه واشخاص تبقى ماسكه القرون بتاعته، وشخص يقفز من فوقيهم بالتحديد باعتبار ان هو يعمل جامب عالي جدا. الجوانب دي كانت بتظهر لنا ان هو المكافآت بقى ان احيانا كانوا بيرتدوا شارات على الايه على الاكتاف كانه توج او هو مثلا واخد ما ماشي في الشارع يبقى معروف بالظبط، يعني هو الاول او اعلى منه درجه مجازا. ده يمكن الجوانب اللي ظهرت لنا فكره ان هو يفوز بايه مجازا كميداليات مجازا لو اعتبر الامر على ذلك. ولو جينا نظرنا للفكرة الأساسية اللي احنا بنرجع لها تاني، ان رياضة الفروسية ورياضة الصيد الشق دوت كان مشترك بصورة كبيرة جدا. يمكن الخيول ما ظهرتش في مصر القديمة، عشان دي نقطة أكيد بيبقى فيه تساؤل عليها. هل هي دخلت مع الهرسوس مصر بالتحديد استخدام العجلات الحربية ولا الأمر كان قبل من ذلك؟ في بند لقيناه أشبه بشكل مجسم على هيئة حصان، ده منذ عصور الدولة القديمة، وفي بقايا عظام بترجع للدولة الوسطى، لعظام طبعا متعلقه بهياكل عظميه خاصه بالحصانه مجازا. فده دليل تاكيدي عن ان هي مش بس تم جلبها من اسيا، ده كانت موجوده في مصر هنا. دي نقطه خطيره جدا. أيوة. استخدامها بعدها بقى فكره العجلات الحربيه، ده كان من اجل ربط المركبه الحربيه مع الحصان نفسه. يعني كان ما فيش حته اللي هو يستقل الجواد كده بمفرده الا في حالات نادره. أيوة. يعني يكاد يكون اول منظر رسمي ان هو يستقل الجواد بدون العجله الحربيه كان في مقبره حور امحب في سقاره بالتحديد. يعني بنتكلم في الاسره ال 18. ما كانش في قبل من كده ان هو يركب الحصان مجازا بالعاميه كده ويستقله، لا كان دايما يبقى موجود العجله الحربيه سواء بيمارسوا كرياضه او اوريدي في اي معركه. العجله بيجروها عبيد مثلا ولا بيجروها؟ لا الخيل نفسه هو راكب العجله الحربيه المركبه الحربيه متصله بيه بالظبط. بس ما ظهرش بقى ان هو يركب الحصان ذاته بعيد عن المركبه ديت او العجله الحربيه دي بالتحديد. ما فيش عندنا رسومات لده. لا بعد اول رسمه او اول منظر كان في مقبره حور امحب في سقارة، وهو ظاهر ان شخص بيستقل الحصان. بعدها ظهرت بقى على تباعد فترات ان ظهر في الدولة الحديثة في الاسرة 19 وال20 الى ان وصلنا للكلام ده او التتابع لاستخدام الامر ده، واللي هو يستقل الجواد بدون العجلة الحربية كان في الاسرة مجازا ال25. طيب احنا كده اتكلمنا عن رياضة الجري والصيد بتبعيتها لانه بيحتاج سمك يعني بالصيد، سواء الصيد البري بقى المتعرض بالاحراش اللي هي في الصحاري مجازا او الصيد اللي هو للاسماك او الطيور. استخدام بقى سواء بنقول العصايه الرمايه او عندنا استخدام الشباك مجازا. عندنا صيد الحيوانات طبعا ظهر بشكل ما. يمكن تحط مسربه اكتر دليل، واللوحه اللي موجوده بين مخالب ابو الهول اللي هي لوحه الحلم اتكلمت عن الجانب ده، ان هو كان بيمارس رياضه الصيد على مقربه من تمثال ابو الهول مجازا في الوقت دوت. والحاله بتاعه الحلم مش عايز اخد فيها شويه، الحاله بتاعه ان هو في النهايه جاله كالهام ان هو هيتولى السلطه في حاله ان يشيل الايه الرمال عن جسد ابو الهول، وبالفعل قال الروايه دي وتولى السلطه من بعدها. فالحاله اللي بنوصفها كانت بيتم ممارسه رياضه الصيد للملوك او الامراء قبل من ذلك وعامه الشعب ايضا، وكانوا بيفتخروا بده. يعني عندنا مثلا حتمس 3 ذكر ان هو وصل ان كان بيصطاد عدد من الافيال، يعني ما يقرب من 120 فيل اصطاده، وكان شجاع جدا لدرجه ان في نص هو من شجاعته كان بيخجل ان يقول ان انا خفت نفترض او كنت هتاكل من الفيل. يعني في نص لاحدى الاشخاص الموظفين اللي هم كانوا على صداقه مع شخص كان مرافق للملك بالتحديد اسمه ايمن امحب، بيتكلم ان الملك كان اثناء اصطياده لل 120 فيل دول في فيل كان قوي جدا، فحاول ان هو يهجم على الملك مجازا، وقدر ان الشخص ده ينجي الملك من الايه من القتل. وبالفعل الحدث ده مذكور، ويمكن الملك عمره ما كان هيرويه لانه بيتكلم بس عن افتخاره بالايه
بان هو قدر ينتصر على الافيال او عنده عنصر الشجاعه والمغامره. بس طبعا النصوص الاخرى ممكن عامه الشعب يحاول ان هو يبقى عنده صراحه شويه لحد ما. ويمكن برضو من الجوانب المهمه ان عندنا امنحتب الثالث كان برضو عنده اهتمام كبير جدا باصطياد عدد من الاسود. يعني ذكر ان هو اصطاد 102 اسد. طبعا احنا بنتكلم في ارقام تخض، يعني الشخص طبعا عنده من الشجاعه ومن القدره البدنيه. السؤال بقى اللي بيطرح نفسه، وانا هرجع عم بتحكي يعني سواء على الفيل او على الاسود او الحيوانات المفترسه عموما، كان بيعمل بيها ايه؟ هياكل كل الكميه دي؟ ده نقطة مهمة ان في حيوانات ما بتتاكلش. يعني الافيال ما بتتاكلش، الاسود ما بتتاكلش. يعني هو كانت بالنسبة له نقطة ان هو ازاي شجاعة، عنصر ان هو بالظبط ان هو الجانبين دول، ان القوة البدنية او ان هو يبقى عنده شجاعة ان هو ما بيخافش من اي اخطار، عارف ان الحيوانات دي خطر على البيئة الطبيعية، فمن ثم وصل الامر ان هو يروضها ويربيها بعد من كده. يعني في اشهر حاجه مثلا ان رمسيس II كان مربي اسد، كان بيصطحبه حتى على مقربه منه او على واجهه القصر بيبقى قاعد. فده بيأكد ان هو تحايل حتى مش موضوع صيد الحيوانات العاتيه دي، لا ده كمان قدر ان هو يروضها او يستخدمها كمثابه تربيه، مش بس حيوانات اليفه. طبعا يعني. من الرياضات المهمه لازم نتكلم عنها، ودي اللي يمكن يعني معروفه كده انها ما زالت موجوده لغايه النهارده، هي رياضه التحطيم. تمام. ودي يمكن صعيد مصر مشهور بيها بشكل كبير قوي. هل هي ما زالت بنفس شكلها القديم عند المصري؟ بالفعل يكاد يكون هو الزي بس اللي اتغير، الزي اللي هو المتعلق بالمصري القديم عن العصر اللي هو الحديث مجازا. الجانب، ويمكن ده المنظر اللي قدامنا من مقبره ايمينو غرب الاقصر، الاسره ال19. هنا فكره رياضه التحطيب. الحاله بتاعت رياضه التحطيب دي كان بيتم ممارستها في مصر القديمه، وهنعرف هم ليه قدروا ان هم في عام 2016 في نوفمبر بالتحديد 2016 في الدوره ال11 المنعقده في اديس ابابا باثيوبيا تم ادراج الرياضه ديت من ضمن التراث الثقافي الغير مادي باسم مصر بالتحديد. أيوة. وده ضمن طبعا اطار هيئه اليونسكو الداعمه للرياضات دي او التوثيقات دي بالتحديد. طب السؤال هنا ليه بالتحديد الرياضه دي؟ هل تفرد فقط لا غير، ولا بعد الدراسة التفصيلية للحالة بتاعت جسد الإنسان أثناء ممارسة الرياضة دي تبين لهم ضروري الاهتمام بالفكرة دي، إن وجدوا إن هي بتعبر عن فكرة التأمل الحركي مجازا، إن هي بتدمج ما بين اتصال للأجسام الأربعة اللي هي فكرة بنقول التأمل العقلي والفكري والعاطفي والروحي مجازا. ان عندنا اللي هي اشبه ان جسم الانسان في الوقت ده بيحاول يخلي الفصوص اللي في المخ، سواء الفص الايسر اللي هو متعلق بالجانب اللي هو الخاص بالعالم المادي في الاحساس بيه او الادراك او التعبير او التيقظ وهكذا، اللي هو يبقى متيقظ بصوره كبيره، والجانب اللي هو متعلق بفكره الفص الايمن من المخ اللي هو الحدس. فهو بيستشعر الاثنين دول. فطبعا الغيبيه الامر دوت او عدم وجوده او الشك منه ده ما بيبقاش سهل ان الاثنين يبقى في اتصال ما بينهم، العالم الباطني والعالم المادي. رياضه التحطيب قدرت توصل المفهوم ده، ان هو بيبقى مدرك او بيتامل بعض الشيء. يعني هو لو عايز يروح للعالم الباطني هيضطر ان هو يقعد يتامل في الطبيعه عشان يوصل للحدس ده. طب العالم المادي هو بحركاته بافكاره بالامور الخاصه بالعقل مجازا. فالربط ما بين الشقين دول قدروا يتوصلوا ان رياضه التحطيب او الرأس اللي هو الحركه بتاعت اللي هو التحطيب حتى بيرقص بالعصايه نفسها، ده بيمكنوا من وصول للحاله دي. ده اللي خلاهم ان هم لما يفكروا يدرجوها كان لهدف ما. علاوه طبعا ان عندنا افكار كتيره جدا زي اليوجا وغيرها من الرياضات. عشان احنا فاضلين دقيقه. اليوجا انا فوجئت واحنا بنتكلم قبل الهوا انه اليوجا دي من ايام ده منظر من قدامنا اهو، اللي على الشمال بالتحديد، اللي على اليمين ده بالقرايه حتى اللي موجوده فوق كلمه ضاب، ودي اللي هي رياضه الاثنين قاعدين قدام بعض بيلعبوها اشبه بعصيان متشابكه مع بعض. دي رياضه اخرى او دي لعبه مجازا. انما اللي على الشمال ده كان احدى التفسيرات المتعلقه بايقاعات اليوجا، ودي زي العصر الحديث مجازا برضو بتساعده على الاتزان النفسي. يعني مش ما هياش جايه من الهند؟ لا اطلاقا، مصري قديم بحت.
مفيش اي رياضه حضرتك ممكن تقولي رفع الاثقال بجانب الاولمبياد اللي هي خاصه بباريس مجازا بكل الالعاب اللي شفناها فيها، رفع الاثقال، الجمباز، الوثب، القفز العالي مجازا، السباحه طبعا في نماذج شفتها معروضه حتى في الصور، الرقص الايقاعي ده الجمباز بالتحديد. السباحه زي ما حضرتك ذكرت كانت مهمه جدا، ويمكن عندنا اقدم حوض لحمام السباحه في تاريخ العالم كله اللي هو البحيره المقدسه اللي في معبد الكرنك. ايوه. وكان السباحه اكتر كانوا بيمارسوها السيدات عن الرجال مجازا، على الرغم من ان احنا لقينا مناظر للرجال سواء بان هم بيغطسوا بيفكوا التعلق او الحاجات اللي بتتعلق بشبكه الصيد اثناء اصطياد الاسماك، فبينزلوا نهر النيل الغوص مجازا. انما السباحه كانت اكتر للسيدات زي ما شايفين المجسم دوت او القطعه اللي قدامنا دي، اللي هي بتمثل ان فكره السباحه بالصدر او فرد الاذرع، وكانت ماسكه اشبه بتجويف. ربما التجويف ده كان معمول الشكل السباحه على هيئه ان هي لا اما البطه زي قدامنا كده، او التجويف ده كان بيتحط فيه مساحيق التجميل. يعني عشان لما نشوف دلوقتي ابتكارات من الصين او الدول الاخرى في التصنيع ما نفتكرش ان هم اللي صنعوا ده من وحي خيالهم، ده بيبقى تاثرات من المرتنيات المصريه القديمه. يعني ده مثلا كان زيه كده يتشابه معاه، كانوا بيحطوا فيه مساحيق الميك اب اللي بيتم استخدامه. دي كلها بتوضح ان هو بيدمج ما بين الافكار الحياتيه عموما في اكتر من شكل، مش شكل واحد. هو حياه المصري القديم حياه ثريه بشكل كبير جدا، حياه كامله متكامله. الحاجه الاختراع كان يعني في اي رياضه ثانيه نسينا نقولها؟ طبعا كل الرياضات، يعني على قد رفع الاثقال ذكرناها. طبعا كان بيبقى في مدن يمكن بالتحديد منف في الدوله القديمه، بني حسن في المنيا في الدوله الوسطى، طيبه في الدوله الحديثه، دول اشبه الثلاث مدن الرئيسيه لممارسه الرياضه. وكان في بيبقى دورات للالعاب الاولمبيه بيتم عرضها في مصر، ودي ليها شواهد. حكام بيبقوا جايين من فئات من 5 دول اجنبيه. الاشخاص طبعا ظهرت لنا من بدايه الاولمبياد كل حاجه. حضرتك نورتنا يا دكتور النهارده، بشكرك جدا دكتور اسلام محمد سعيد، دكتور الارشاد السياحي بالمعهد العالي للدراسات النوعيه وعضو اتحاد المؤرخين العرب. شكرا جزيلا، نهارك سعيد يا فندم. شكرا يا فندم.